صافي البنات، ها لاطاغ ديالنا جات على هذا الشكل. كنتمنى تعجبكم البنات. كم البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غنصايبوا لاطاغ ديال التفاح. غادي نحتاجوا واحد الزلافه ديال الطحين، وغادي ندير معلقه ديال السكر وقبيصه د الملحه، وغادي ندير الزبده، كاس ديال الزبده، وغادي نبسبس مزيان هاد الزبده. بسم الله، حتى كلشي كيتلبس، الطحين كامل كيتلبس. وعاد من بعد غادي نزيدو واحد البيضه. فاش لبسنا داك الطحين بالزبده غادي نزيد واحد البيضه وغادي نجمع، ومن بعد الا بقى خصني غنجمعها بواحد القطيره ديال الماء. صافي البنات جمعتها، غنديرها في السلوفان ونخليها ترتاح تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى ترتاح مزيان. وعاد نجي نطلقها بالمدلك باش نديرها في الفران طيب نص طيبه، وعاد نخرجها من الفران وعاد نصايبوا لا كريم ديالها. المهم البنات من بعد ما ارتاحت العجينه طلقتها بالمدلك، ولكن غير تصبروا معاها، واخا تجيكم تتهرس بحال هكا، غير ديروا ميكا وديروا العجينه وديروا فوق منها ميكا وضربوا بالمدلك، راه كتعاونكم حيت هي كتجي هشيشه بزاف. صافي غنثقبها مزيان هكا بالفرشيطه، وغادي نديرها في الكونجيلاتور حتى تشد راسها مزيان في الكونجيلاتور. عاد نديرها في الفران طيب نص طيبه، تشد راسها في الفران ونخرجها. نثقبها مزيان حيت كتنفخ مع الزبده، كتجي هشيشه وكتنفخ. نثقبوها مزيان هكا مع الجناب ونديرها في الكونجيلاتور، وغير بشويه البنات باش ما تهرسش. البنات غادي نصاوبوا لا كريم ديال لا طارت. المهم عندي هنايا 3 ديال التفاحات مقطعين على هذا الشكل، عندي 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب، 2 معالق ديال السكر سنيده، والسكر على حسب الرغبه ديال كل واحد، 2 ساشيات ديال سكر فاني، و2 معالق ونص ديال المايزينا. غندير هاد التفاح في مونيميكس، وغندير عليه 2 كيسان ديال الحليب، وغادي نطحن هذاك التفاح مزيان. من بعد ما طحنا التفاح مزيان غنزيد عليه هذوك 2 ساشيات ديال السكر فاني، نزيد سكر سنيده، وندير مايزينا صافي، ونعاود نطحنهم حتى هما. فاش طحنا كلشي البنات غادي نديروه في واحد الكاسرونه ونديروه فوق العافيه حتى تطلع لنا ديك الكريمه اللي حنا باغيين. حتى هي البنات كنديروها فوق العافيه بحال بغينا نصايبوا
هذيك لا كريم سيترون بحال هكا. كنبقاو نحركو باش ما تلصقش لينا مايزينا صافي حتى نطلعوا لا كريم ديالنا. كتجي تماما بحال لا كريم باتيسيير. المهم البنات فاش طابت لينا العجينه، ماشي طابت غير نص طيبه، خشيتها في الفران غير شدات راسها وخرجتها، جات على هذا الشكل. دابا غادي ندير لا كريم. صافي ودابا البنات غادي نستفوا هاد التفاح ديالنا هذا، كنقطعوه رقيق. عندي جوج ديال التفاحات غنقطعوهم رقاق مزيان وغنستفهم فوق لاباط ديالنا. صافي البنات استفت التفاح ديالنا. غادي ندير فاش درت قطعت التفاح هكا رقيق وستفتو، غادي نجيب واحد جوج ساشيات ديال السكر فاني وغندردرهم من الفوق صافي ونديرها في الفران. صافي البنات دابا غادي نديرها في الفران ونتلاقاو فاش نوريكم الشكل النهائي ديالها. ها لا طاخ ديالنا البنات جات على هذا الشكل. كنتمنى البنات تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وما تنساونيش البنات من لايك والبارطاج الا جات على خاطركم.